وسط المشهد السياسي الملتهب في مجموعة من الشباب عبرت عن حبها لمصر بطريقة مختلفة بعيدا عن التظاهرات، تظاهرات التأييد أو الرفض. الشباب دول اختاروا العمل التطوعي علشان يقدموا حاجات كتير قوي لمصر، هنعرفها من خلال أبطال الحدوتة التانية. معايا مي محمد، أهلا بيك يا مي، وكمان علياء حسن، أهلا بيك. طبعا بقى يعني كده مش عايزكم تبقوا قلقانين ولا خايفين ولا أي حاجة، عشان خلاص مفيش حاجة صح؟ طب يلا بينا بقى. قولوا لي، رغم انكم اخترتم العمل الاهلي والتطوعي، الا ان اكيد طبعا يعني لامسين كل اللي بيحصل في مصر وحاسينه كويس. كلموني عن المشهد السياسي دلوقتي واللي انتوا شايفينه في مصر وشايفينه ازاي. هو يعني اتكلم الاول. هي الفكره كلها ان احنا اول ما دخلنا وعملنا عضويه في الحزب احنا لقينا نشاطات كتير قوي عجبتنا، منها نشاط محو الاميه. بس فكره ان احنا كشباب محو الاميه مش كفايه. يعني انا مش همحي قراءه وكتابه، لا، احنا الثوره بتاعتنا قامت من خلال الانترنت. لازم لغه، الناس تتعلم اللغه. فاقترحنا ان احنا نعلم لغه وان احنا ندي حاسب آلي للمبتدئين للكبار بجانب الاطفال. فعملنا كده وكنا خايفين ان محدش يستجيب للدعوه بتاعتنا، بس الحمد لله لقينا استجابه كبيره جدا. ناس كتير قوي حبت الفكره، اولياء امور خدوا محو الاميه ونجحوا فيها وحبوا ان هم يطوروا من نفسهم في اللغه علشان خاطر اولادهم. ناس كبيره كانت بتيجي. حبينا قوي الاطفال اللي هم في المدارس الانجليزي بتاعهم ضعيف، جم برضو طوروا معانا اللغه وجم دخلوا في الحاسب الآلي. كنا متفاجئين من حته ان ممكن هم يتعاملوا معانا في حاجه غريبه عليهم، هم بس جايين للقراءه والكتابه، مش جايين ان هم يتعلموا لغه او حاسب آلي. بس لقينا استجابه هايله الحمد لله. تمام. ويعني انا بطلب من خلال برنامج حضرتك. انت بس يعني انت برضو يعني خطفتيني برضو. يعني انا بسالك عن المشهد السياسي، انت خدتيني في حته ثانيه كنا لسه هنتكلم فيه. المشهد السياسي انا بصراحه انا تعبت من المظاهرات بصراحه. يعني انا كل يوم في مظاهره مختلفه عن المظاهره اللي قبلها. يا جماعه احنا شباب، احنا ثروه شبابيه، ثروه، يعني لازم ننمي في مجتمعنا. كفايه بقى نبني. ما ينفعش يبقى عندنا اميه، ما ينفعش يبقى في جهل. يعني انت ضد المظاهرات اللي انت بتشوفيها كل يوم؟ انا ضد المظاهرات اللي ملهاش لازمه. يعني انا عندي فكره معينه هطلع اتكلم فيها في المظاهره، هنشدها وهنشد المسؤولين. لكن مش عماله على بطال هطلع اعمل مظاهرات واعطل الدنيا والناس ما تعرفش تروح شغلها والمرور تتعطل. يعني نبني بقى. شايفه المشهد السياسي في مصر دلوقتي ازاي؟ انا شايفاه ان هو تصارع على السلطه ما بين الاحزاب، ما فيش اي حد بيقدم حاجه فعلا حقيقيه يخدم بيها البلد. بس انا اللي شفته في الحزب اللي انا فيه ان هم فعلا بيدوا حاجات ان هي تقدر نخدم بيها المجتمع. انا شايفه ان احنا كفايه قوي كده، وان احنا المفروض نبدا نبني ونعمل حاجه لقدام. نبدأ نشوف المشاكل اللي عندنا ونبدأ نحلها. احنا دلوقتي بقالنا كام سنة عاملين ثورة، 3 سنين ما عملناش حاجة جديدة في المشاكل الكبيرة اللي عندنا. المفروض نبدأ الشباب يبدأ ياخد أدواره ويبدأ يقوم بتنمية المجتمع. عندنا جهل، مش جهل يعني، في جهل بأشياء زي مثلا انك ما تعرفش يعني ايه كمبيوتر وانت لسه في القرن يعني الحالي. لو اتكلمنا عن مستوانا بالنسبة لبلدان كتيرة احنا متأخرين كتير في حاجات كتيرة. احنا لازم نبدأ. انتوا شايفين اول حاجة ان احنا نهتم بيها هو التعليم. تمام. هي دي. طب قولوا لي انتوا اولا انتوا يعني ايه السبب اتجاهكم للعمل التطوعي؟ انا شايفة ان ما ينفعش يعني يبقى في بلدنا أمية. ما ينفعش يبقى في ناس جهلة، ما ينفعش. احنا في وقت لازم كلنا نساعد فيه بعض. انا كويسة في حاجة معينة هساعد فيها غيري عشان يطور من نفسه. انا مش مجرد اني درست وكانت ظروفي كويسه وساعدتني ان انا ابقى حاجه كويسه واوصل لمؤهل عالي، غيري ظروفه ما امكنتهوش ان هو يعمل الحاجه يعني دي. هو ده الدافع اللي خلاكي تلجئي للعمل التطوعي. انت لازم نحس بالمجتمع اللي احنا عايشين فيه ومتطلباته، وان احنا نساعد الناس فيه، وان احنا نكون ايجابيين ونبدا يعني نكون ايجابيين من النقطه ديت، ونبدا كلنا يعني نساعد بعض ونكون يعني عشان كلنا نطلع لقدام. لان احنا مش هنطلع لقدام لو في جزء مننا
تعبان واحنا جزء صحيح، لا لازم الجزء الصحيح يقوم بالجزء التعبان ويطلع بيه علشان نطلع بيه بنفسنا لقدام. لاني ما اقدرش ان انا اكون اطلب من الدولة حاجات كتير وانا في نفس الوقت ما بعملش حاجة، ما بفكرش في حاجة غير ان انا اطلب طول الوقت. ما انا لازم كمان ادي علشان اخد. تمام. بقالكم قد ايه في العمل التطوعي؟ هو الموضوع بدأ مثلا بقاله يعني شهرين كده او شهرين ونص. بقالك شهرين ونص. وانتي نفس الحكايه برضو؟ في فتره الشهرين ونص دول ايه اللي تم؟ كبرنامج احنا عملناه يعني في كبرنامج انتوا عملتوه يعني كفكرتكم عن العمل التطوعي؟ فكره شامله عن العمل التطوعي. فكرتكم انتوا عن العمل التطوعي قبل ما تدخلوا وبعد ما دخلتوا. هو انا بصراحه كنت داخله حابه ان انا اعمل اي حاجه اخدم بيها غيري، بغض النظر عن ايه هي الحاجه دي. اكيد طبعا هتكون في قدرتي وفي استطاعتي اني اعملها. فلما اتناقشنا في فكره التعليم انا لقيت ان هي اهم فكره، يعني هو اساس رقي ونمو اي مجتمع هو التعليم. فعجبتني قوي الفكره وحسيت ان فعلا مش كفايه قوي ان انا امحي بس الاميه، لا ده انا كمان اعلم لغه وكمان اطور من الناس في التواصل الاجتماعي. برضو نفس النقطة. الفكرة ان انا لازم قبل ما اخش اي عمل لازم اكون يعني من جوايا ناوية أأديه على احسن وجه، واكون ناوية انهيه في نفس الوقت. ما اجيش مثلا اخش شوية واتحمس وبعدين اطلع منه. في نفس الوقت اكون عارفة ان في صعوبات هتقابلني، هو ده اللي كان في دماغي، وان انا احاول احلها وان انا احاول استمر في الشيء اللي انا بقدمه يعني كعمل تطوعي بس يعني. تمام. عملتوا ايه خلال الشهرين ونص؟ علمنا، انا عن نفسي علمت اللغه الانجليزيه والحمد لله ناس كتير جدا عندي ناجحين ووصلنا لليفل كويس قوي من التعليم اللغه. بالنسبه لي انا علمتهم ازاي يستخدموا الحاسب الآلي، وبرضو واصلين لبرامج، يعني احنا داخلين على الوورد دلوقتي ان هم يبداوا يكتبوا. هم عدوا مراحل كتير، هم ما كانوش حتى بيعرفوا يعني يمسكوا الماوس ازاي، بس هم دلوقتي واصلين ليفل كويس جدا. وان شاء الله هل شرط يكون العمل التطوعي من خلال حزب من الاحزاب السياسيه ولا ممكن جمعيه من الجمعيات الاهليه؟ لا طبعا مش شرط يعني هو لو كل حزب فكر ان هو يعمل عمل تطوعي وكل جمعيه فكرت ان تعمل عمل تطوعي، وخصوصا في موضوع محو الاميه احنا هنعرف بجد نساعد الناس، هنعرف مبقاش عندنا اميه. يعني مش شرط حزب بس، لو مجموعه من الشباب قررت ان هي تتفق مع بعض وتعمل عمل تطوعي له علاقه بمحو الاميه احنا فعلا هننجح. ما ينفعش نتكاسل، يعني ما ينفعش كل واحد يقول لا الناس ناخد من خبرات بعض في المجال يعني لو في جمعيه. طيب كلموني يعني بعيدا عن العمل التطوعي واللي هنرجع له تاني برضو، كان ليكم تجربه مختلفه شويه في مجال الاستعداد للانتخابات المحليه. ايه الموضوع؟ هو احنا الموضوع بدأ لما كنا نازلين حملة بنعرف الناس بالدستور. فكان في من ضمن التعريف كان في مادة بتنص ان ان الدستور نص ان المجلس المحلي يبقى فيه 25% من المقاعد للشباب و25% من المقاعد للمرأة. فلما قرينا المادة دي اتحمسنا جدا ان احنا نرشح نفسنا في المجلس المحلي. حسيت ان يعني بغض النظر عن اللي بيحصل في المجالس المحلية قبل كده، بس كشابة وكامرأة أنا من حقي إن أنا أطلع أتكلم عن الناس دول. مش هتكلم بس عن المشاكل اللي في الدايرة بتاعتي اللي ليها علاقة بالصرف والبنزين والغاز والقمامة والحاجات دي، لا أنا هتكلم عن شباب، هتكلم عن مشاكل خاصة بالمرأة، هعرض المشاكل دي، هساعد في حلها، هحاسب اللي مش هيساعدني إني أحل المشاكل دي. برضو كنت معاه في نفس حملة التعريف بالدستور ومواده، وشفت المواد بتاعت الترشيح بتاعت 25% مرأة والشباب، وانا طبعا بجمع ما بين الاتنين مرأة وشباب، فلازم طبعا استفيد من المواد اللي كفلها لي الدستور في اني يعني افيد برضو في المجال. هو برضو بيعتبر من المجال برضو التطوعي، يعني ان انا اكون اخدم في الناس، وان انا اكون برضو فاهمة ان انا اتعامل واتواصل مع الناس، واكون على دراية باحتياجاتهم ويكون يعني على معرفة جيدة يعني بالاحتياجات والنفع بتاعهم. طب يعني لو قلنا ان انتم يعني بقيتوا اعضاء في المجالس المحلية، ايه اهم القضايا اللي انتم هتتبنوها؟ والله هو بالنسبة لي يعني انا في الدايرة بتاعتي انا في مشاكل كتير جدا بتواجهني، بس انا
اكيد طبعا هتكلم فيها وهتناقش فيها، بس انا داخله شابه وامراه، فعايزه يعني احاول الفت الانتباه شويه للمشاكل اللي بتخص المراه مثلا. يعني عندنا مشكله زي مثلا ارتفاع نسبة الطلاق في سن صغير للمرأة والشاب برضو، يعني بتلاقي 2 متجوزين ولسه سنهم صغير جدا وفي طلاق ما بينهم، فأكيد دي مشكلة لازم نحط ايدينا عليها. عندنا برضو مشاكل البطالة، يعني البطالة بتؤدي لمشاكل تانية كتير جدا. حضرتك عارف بقى إدمان وتحرش، المشاكل اللي ليها علاقة بالفضاء، يعني أنا فاضي مش بعمل حاجة فهيؤدي لمشاكل تانية كتير. فأنا عايزة أعمل سبوت على المشاكل دي وعايزه اتكلم فيها، لان حاسه ان انا من الناس دي وعايزه اعبر عنهم، هم فعلا عندهم مشاكل كتير قوي، فواجبي ان انا اعمل كده. تمام. ايه ابرز الملفات اللي انت هتركزي عليها؟ ابرز الملفات اللي انا هركز عليها هو التعليم، هو ده اللي بيهمني، لان بالتعليم هو اساس اي شيء. واكيد فانا يعني لو عايزه اعمل سبوت معين على مشاكل معينه، ما ينفعش اعمل على مشكله مثلا معينه الناس كلها ممكن تكون مشكله عند حد وحد لا، لازم يكون في استطلاع راي او استبيان على اساس علمي، اكون فاهمه، يديني درايه او يديني الطريق او النور اللي انا امشي فيه في حل المشاكل بتاعت الناس او اللي تهمها للدايره ديت. بس يعني نسبة البنات المتطوعات كبير، ولا انتوا شايفين ان هم محتاجين انكم يعني تشدوهم للموضوع؟ هو للأسف مش كتير، وللأسف احنا يعني فعلا يعني محتاجين وعدد كبير جدا. يا جماعة احنا شباب، يعني احنا كلنا حماس وكلنا طاقة وكلنا احنا اللي عملنا الثورة. ناس كتير قوي اتخرجت من الجامعة ما بتعملش حاجة، ناس كتير قوي اتخرجت وقاعدة في البيت. بدل ما اقعد على القهوة ولا اقعد في بيتي ما بعملش حاجة، انا انزل افيد مجتمعي. يعني هو لو وجهنا لكل الاحزاب، لو كل لجنه في كل حزب راحت للناس لحد عندها، انا جايه لحد عندك علشان امحي لك امنيتك. انا لو اخدت مكان صغير وقعدت اتكلمت فيه مع الناس واقنعتهم، هجذبهم، هشدهم، هرغبهم في الموضوع قبل ما اقول لهم انا جاي اعمل لكم كذا. تمام. ايه اللي ممكن تقوليه لكل الفتيات اللي خايفين مترددين ان هم يعني يلتحقوا بالعمل التطوعي؟ عايزه اقول لهم انتوا نص المجتمع، وما ينفعش المجتمع يقوم من غيركم، ولازم تاخدوا ادواركم فيه وتبداوا يتعلموا الناس، لان انتوا في النهايه هتكونوا امهات وتعلموا اولادكم. فيعني انا اوجه لهم الرساله ان هم يكونوا زينا، يعني او زي اي حد يعني فاد في البلد، وان هم ياخدوا ادوارهم، ما يخافوش من اي حاجه، لان العمل اللي احنا فيه جميل جدا وبيقدم رساله جميله جدا، والناس متجاوبه جدا معانا وبتحبنا وكل شيء يعني. تمام. دي كانت الحدوته الثانيه معانا النهارده لاثنين من الفتيات اللي اختاروا انهم يلتحقوا بالعمل التطوعي، يقدموا حاجه مفيده لبلدهم ولمجتمعهم. مي محمد وعلياء حسن، بشكركم جدا، نورتوني.